السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا كده أكلة آخر الشهر وأكلة نص الشهر وأكلة المفلسين. هنبتديها كده ببطاطس وبيض. لا اصبروا بس، في الآخر كده هتبقى أكلة حلوة إن شاء الله. عندي هنا كيلو بطاطس سليق، نقعتها كده الأول وغسلتها بقى كويس بمية، وبعدين حطيت عليها هنا مية بقى تتسلق، وحطينا البيض يتسلق ونقلته على عين تانية. وتعالوا بقى على العين التالتة هنجيب بقى هنا حلة ونحط هنا معلقتين زبدة حلوين، وهنحط كمان عليهم معلقة زيت بقى بالشكل ده. وتعالوا بقى هنعمل كمان هنا حبة رز، اللي هو رز حبة وحبة. تمام. هنا غسلت الرز بتاعي طبعا مقدار زي ما انت ما حابة. هنحط هنا كمان، هحط هنا حوالي ربع المقدار. هحمره كده لحد لما ياخد اللون الاصفر بقى ويبقى بالشكل ده. وبعدين هنزل هنا بيبقى بالشكل لحد لما يصفر ويبقى بالشكل ده. هنزل بقى هنا ببقية كمية الرز، وهنبدأ ان احنا نحمره لحد لما يخروش او يشخلل معاكي في الحلة، علشان خاطر الرز بتاعك يبقى اما يستوي يبقى مفلفل ما يبقاش معجن. هنبدأ بقى ان احنا نفضل نشوح فيه بقى بالشكل ده لحد لما نوصل لمرحلة ان هو يبقى بيشخلل في الحلة. هحط له هنا بقى ملح علشان احنا ما عندناش شوربة، هنبدأ ان احنا نشتغل بمية. فهحط كده الملح دلوقتي، وهنحط بقى ملح كمان للبطاطس بتاعتنا وهي بتتسلق بالشكل ده. وبعدين هنا هنضيف بقى ليه المية والمعيار المظبوط علشان خاطر يستوي. ومش معنى ان احنا نحط الرز لحد عقلة الصباع بس وبعدين مش هيحتاج مية تاني، لا شوية كده وبتختبريه بتلاقي ان هو يحتاج مية تاني، بتبدأي ان انت تزيدي عليه مية لحد لما يستوي معاك، لان مش كل انواع الرز بتاخد نسبة مية معينة، بتزيدي لحد لما يستوي معاكي. تعالوا بقى كده نقلنا الرز على عين تالتة، نجيب بقى العين الرابعة ونحط عليها حلة ونحط عليه هنا معلقتين زبدة حلوين. وتعالوا بقى كده نشوف البطاطس بتاعتنا. كده البطاطس استوت. انا مش عايزة تستوي سوا كامل، يعني تبقى مهرية، تبقى ماسكة نفسيها. وطفيت بقى على البيض وطفيت هنا كده على البطاطس. تعالوا بقى السمنة بتاعتنا او الزبدة اللي احنا حطيناها، هنعمل بقى حاجة حلوة للعيال عشان العيال بتذاكر. وطبعا نبدأ ان احنا نعمل لهم حاجة حلوة كده تفتح نفسهم على المذاكرة. وبعدين والله العظيم الجيل ده جيل مظلوم في الاكل نهائي، يعني مش ما بقاش زي زمان. زمان كان على طول طبيخ وعلى طول لحمة. تعالوا بقى شوفوا دلوقتي بقينا نصنف ونعمل ايه. هنفضل بقى كده على العين اللي نقلتهم على العين اللي في النص. وطبعا حطيت هنا مية في الطاسة جنبيها علشان خاطر نحط للشعرية مية تكون سخنة تمام او بتغلي. هنفضل بقى ايدك هنا بقى تفضل شغالة كده في الشعرية علشان خاطر تاخد كلها لون ذهبي حلو. مش يعني ان انت تقلبي تقليبه وتسيبيها وتروحي بعيد عنها، لا تفضلي ايدك كده شغالة فيها علشان خاطر تاخدي النتيجة في الاخر كله يبقى لون واحد بقى بالشكل ده. كده بقى خلاص حمرت الشعرية بتاعتنا، اصبحت بقى باللون بالشكل ده. هنضيف لها هنا بقى مية. وطبعا هي مش بتكتفي بحبة المية برضو اللي احنا هنحطهم دلوقتي، هتحتاج كمان ان انت تفضلي تزيدي فيها لحد لما تستوي. فهجيب بقى مية كمان تسخن على ما الحبة اللي فيها دي تنشف، ونبدأ ان احنا نزيد لحد ما تستوي. هنحط هنا بقى طبعا السكر حسب الرغبة، وهنحط هنا ظرف فانيليا. وطبعا الشعرية دي بتبقى من الحاجات الحلوة اللي بيبقى طعمها حلو، وكمان بتبقى سهلة في العمايل. يعني كده بقى كده نهدي عليها النار ونسيبها بقى تستوي، نحط لها المية تسخن علشان خاطر ان احنا نزيد منها علشان تبقى سخنة تمام. هنبدأ بقى ان احنا هنا كمان نعمل طبق سلطة بلدي علشان خاطر بقى ايه، يبقى الأكلة بتاعتنا كاملة متكاملة. وبجد لما تعملي كده كله على شغالي عيون البوتاجاز كلها مرة واحدة وترتبي الأفكار في دماغك، هتلاقي انك انت أنجزتي وعملت كل الوقت ده في وقت بسيط. يعني هي ساعة بالكتير ويبقى كل الأكل بتاعنا ده جاهز إن شاء الله. أتمنى تنزلي تشتركي في القناة لو عجبك الفيديو، لو شفتي إن المحتوى عندي مفيد. وأتمنى تعملي لايك للفيديو وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك إشعار بكل وصفة أنزلها. هنا قطعت بقى طماطم وقطعت خيار، وهنقطع هنا بقى بقدونس، وحاطة كمان معاه جرجير. الجرجير بيدي طعم حلو للسلطة البلدي بتاعتنا. وطبعا بقى الخضار الموجودة عندك الحمد لله، دول كان حبة دول كانوا موجودين، فبدأنا ان احنا نعمل السلطة بتاعتنا بالشكل ده. هنحط بقى كمان فلفل وهنحط جزر. كل الخضروات دي بتبقى حلوة، يعني ايه نتعود ان احنا نعمل طبق سلطة كده جنب الاكل، بيبقى حاجات صحية للعيال ياكلوها تمام. قطعنا بقى كده الجزر بتاعنا، بتبدأ ان انت تقطعيه بقى كده قطع صغيرة، وممكن تبشريه بالمبشرة عادي مفيش اي مشكلة. وتعالوا بقى كده خلاص بعد ما خلصنا تقطيع هنعصر هنا عصير نص ليمونة كبيرة. وطبعا الليمون ده اللي هو الكبير خالص ده اللي عامل زي البرتقال، بيبقى بالكيلو وبيبقى مليان بذر. هبدأ بقى ان انا اشيل البذر اللي وقع منه بقى بالشكل ده. وطبعا بحب ابهر السلطة بتاعتنا، هحط لها هنا نص معلقة بهارات مشكلة.
او فلفل اسود او سنة بسيطة كده من الكمون بتدي طعم حلو للسلطة. هنحط لها ملح ونبدأ بقى ان احنا نغرف السلطة بتاعتنا. وكده السلطة اصبحت جاهزة وهنغرفها بقى، وتعالوا نشوف بقية الاكل بتاعنا. طبعا والله العظيم اكلة حلوة جدا، وكمان لما تعمليها بقى بالشكل ده بتبقى انت بتفتحي نفس العيال للاكل، وكمان بتجددي وبتغيري، مش بقى بطاطس مسلوقة وبيض بتلاقي العيال ان هي زهقت. وكمان تغيير خلاف ان احنا احسن ما تعملي فول او بيض بس كده، بتلاقي ان الاكلة ايه هنا هتبقى حلوة. وكمان العيال بيحبوا الرز. هنا خلاص بقى جهزنا السلطة بتاعتنا وركناها على جنب، وهنا بقى البطاطس بتاعتنا اتسلقت. هنبدأ بقى ان احنا نقشرها بقى بالشكل ده. ولسه ما تسيبيش الفيديو وتطلعي علشان لسه هنعمل حاجات حلوة تاني في الفيديو. هنبدأ بقى ان احنا نقشرها بقى بالشكل ده كده. خلاص قشرت كل كمية البطاطس وقشرت كمان البيض، ولحد كده بقى التليفون بتاعنا علق كالعادة، يعني ما جابش بقية الخطوات. بقية الخطوات عملت ايه بقى؟ بدأت ان انا بعد ما قشرت البيض جبت هنا بقى طبق وحطيت فيه معلقة زبدة، وبدأت ان انا ادحرج في البيض وهو سليم. وبعد ما اتحمر بقى بالشكل ده بدأت ان انا اقطعه بقى انصاص بالشكل ده بسكينة مشرشرة. وهنا البطاطس قطعتها برضو انصاص ورباع، وبدأت ان انا احمرها. وهنا البطاطس بتبقى خفيفة وبتبقى كمان طعمها حلو، وكمان ما بتشربش زيت زي البطاطس الصوابع اللي احنا بنعملها. وهنا الرز بتاعنا اهو ما شاء الله مفلفل وطعمه حلو جدا. رز حبة وحبة، جربوه تغيير للعيال بيبقى طعمه حلو. وقدمنا السلطة بتاعتنا. وهنا الشعرية انا كنت مكترة فيها علشان خاطر بقى نستفاد ان هما يتغدوا بقى بيض وبطاطس ورز، يبقى خلاص يتعشوا بقى شعرية، يبقى انت كده وفرتي في الوقت. وطبعا في طبقين كمان ركناهم بقى علشان خاطر يفطروا، يعني مش هنصبح الصبح بقى كمان نقعد نقول هنعمل ايه، لا، ترتبي كده الافكار علشان خاطر ما تقعديش تقفي في المطبخ كتير. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.